وصلت. تبدل تبدل صح. الله يستر عليك. مرضاش يبدل الراجل، قال لي ملهاش لازمه، حاجه ملهاش لازمه، كل حاجه ليها لازمه. لا لا هم فعلا بيقبلوش شكله عطلان. السلام عليكم. عطلان؟ لا لا بقدر، كنت بغير زيت. ربنا يبارك لك حبيبي الله يستر عليك يا رب. كنت بغير زيت وانا واقف كده عشان الدنيا لقيتها هولد كده شويه الله يرضيك، الله يرزقك. متشكر والله. الله يوسع عليك حبيبي يابا. حبيبي الله يرضيك. راجل عسلية، ربنا يرزقه. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات يلا نسوق. وانا طالع دلوقتي ادور على حد عشان اخد منه مكانته عشان خاطر نصور اول حلقه. بسم الله توكلنا على الله. الدنيا زحمه النهارده قوي. في الاخ ده استنوا كده، انا مش عارف اكلمه مش عارف اوقفه. استنى اوقفه ايه واحنا داخلين الاشاره عشان مش عارف اوقفه في الزحمه. يعني الدنيا زحمه قوي. بقول لك ايه، تفضل على الارض، اقف على جنب، اطلع قدام، اقف على جنب نبصوا عليه. دي الحل الوحيد اللي ممكن يوقفه. عامل ايه؟ الحمد لله كله فل. بص انا اسمي محمود سولو، ده محتوى موتوسيكلات. تمام؟ تعال بس نقف على جنب مش عارف نتكلم. هو شكله هيسيبني ويمشي بعد النمره دي. ما الفرده مش على الارض ولا حاجه، ما تخافش. خدت بالي. تمام؟ انت فجعتني اصلا. لا ما يهمكش حاجه. فجعتني. انا عايز اوقفك مش عارف من الزحمه اصلا. بص انا بعمل محتوى عن الموتوسيكلات وكده، تمام؟ فعامل شبه سلسله جديده ان انا اطلع مثلا ونبدل الموتوسيكلات مع بعض. ما تخافش مش هسرقها، هسيب لك التليفون بتاعي بالموبايل بكل حاجه. تمام؟ صعبه دي بس ماشي برضه. ما تخافش يعني مع بعضينا. هنتكلم بس عن انت الموتوسيكل بتاعك نوعه ايه؟ اف 250. هنطلع بيه نجربه نشوف اداؤه والدنيا بيجري ولا فيستك. لا عيب عليك. ها؟ عيب عليك. بيجري؟ تعال اطلع اجربه ونشوف الدنيا فيه بتقول ايه، وانت برضه جرب الموتوسيكل ده وتقول رايك فيه، وكل واحد يجرب الموتوسيكل التاني ونشوف الدنيا بتقول ايه. ماشي؟ يلا بينا. انا هسيب لك الدنيا فيها وانت سايب تليفونك برضه. يلا بينا. يا جدعان الراجل مقلق، بص عمال يبص على الموتوسيكل بتاعه. على مهلك يلا اطلع. في فرامل بس ولا ايه؟ الفرامل اللي ورا خفيفه. ماشي. الصابت تبع. طالعين النهارده يا جماعه في حلقه جديده من حلقات يلا نسوق. جيم اوفر كده. ومعايا النهارده الاف 250. الموتوسيكل تقريبا فيه حادثه مش عارف، بس هو حاسه اعلى من المكنه اللي ار ديت. هو يعني الشاب على المكنه دي كانت ضخمه عليه، هنا المكنه حاسسها فاهم، بس كسحبه سحبتها اجمد بصراحه. يعني بص السحبه ما شاء الله، المكنه بتروح جامد. استنى كده ندوس. لا بسم الله ما شاء الله. هو كده هيفكر ان انا بسرق منه المكنه، مش عايز ادوس عشان خاطر ايه. بص هو بيدوس معايا. ما تخافش بجد. اسمك ايه؟ محمد.
بس لا الموتوسيكل ما شاء الله صح. الموتوسيكل صاحبته جميله عن الفي ال ار. انت حاسس طبعا باختلاف. حاسس باختلاف طبعا. المكنه دي والمكنه دي. سحب الدي ايه وسحب الدي ايه. سحب الدي ايه وسحب الدي ايه. لا سحب دي حلوه برضه بس عشان متعود على مكانها. ودي 250 دي 150. تشد يلا. خليه هو يطلع خليه هو يطلع. الله ينور. المكنه برضه يا جدعان لما تشوف مكانتك من منظور واحد تاني شكلها مختلف. يعني انا ما اعرفش ان انا قاعد على المكنه ببقى محندق كده. انا هنا حاسس ان انا المكنه فاهم. المكنه كبيره ما شاء الله. اهم حاجه ان انا معايا تليفونه فاهم. معايا مكنه وتليفون. شوف زحمه كده. كده ماشي. هو عايز يطلع كده عايز يطلع كده. عايزين نقف في حته. عايزين نقف في حته. تعالى كده نقف قدام عند الشلالات. عايز يا جدعان اقف في حته فاضيه عشان خاطر الراجل يتكلم شويه عن الموتوسيكل. كده كده انا عارف الموتوسيكل فاهم واعرف اتكلم عنه. بس انا عايز اسمعك راي شخص صاحب الموتوسيكل فاهم. عشان يتكلم من عده زوايا بقى وكده والكلام ده. هو ورايا المفروض وانا معيش ملايات اصلا فمش شايف. هديله اشاره بس. يلا بينا. بطلنا. خد يابا مكانتك اهي. زي ما خدتها. انت ايه رايك؟ لا جميله بس انا عايزك بس بما ان انت معاك اف 250 تكلمنا كده عن الموتوسيكل. تقول لنا يعني رايك فيه مميزاته عيوبه. بما ان انت كمان يعني بتشتغل بيه ولا ايه دنيتك؟ بتشتغل بيه صح كده؟ بتشتغل بيه ايه؟ طلبات وين درايف برضه. وين درايف. طب احنا عارفين ان الاف 250 في ناس بتقول ان هو حريقه بنزين. هو حريقه بنزين فعلا. دي حقيقه يعني؟ انا كنت فاكرك هتقول لي لا وبتاع. يعني فاكرك هتنكر الشائعات. حقيقه بس مقابل ده بيديك جري بقى واداء وكده. حلو يعني جري وسحب واداء والكلام دوت. طب هو عامل معاك ايه في الشغل؟ هو الحمد لله تمام بس ايه ما تحملش على المساعدين اللي ورا قوي. ما تحملش على المساعدين ورا؟ رغم ان هو اصلا 2 مساعد ورا. 2 مساعد ورا بس يعني ضعيفه ساعات بتقدر. والمساعدين قدام برضو لو كلت نقره زي ما انت شايف كده هتلاقي ايه مساعد زيت. المساعد ده جايب زيت. اللي قدام ضعيفه قوي. حلو. بصوا يا جدعان يعني انا بخليكم تاخدوا وجهه نظر شخص معاه الموتوسيكل بحيث هو يبقى ادرى مني ومنك. هو واحد جربه فعليا على ارض الواقع وجرب يجري بيه وجرب يشتغل بيه. فالعيوب اللي بتظهر له ديت عكس الكتالوج وعكس الورق. يعني ده الواقع عكس الورق. يعني احنا مثلا كنا مفكرين ان هي المكنه عشان 2 مساعد ورا فهي هتستحمل. انا دلوقتي اول مره اعرف اهوت من محمد صح ان هي المكنه مساعد ورا ضعيف رغم ان هي 2 فاهم. هي 2 وكل حاجه بس ما تركبش ورا حمل تقيل عشان هتبوظ آلة الجر والمساعدين. ما تركبش حمل تقيل عشان آلة الجر والمساعدين. يعني ما تتلتش عليها وكده. وما تتلتش عليها. يعني هي مساعدين تستحمل بس مش عايزه برضو ايه؟ مش عايزه ما تخليهاش تاكسي يعني. حلو. ومساعدين قدام؟ مساعدين قدام اقل نقره بتضرب زيت. حلو. ومع الجري مش بتبقى ثابته قوي. حلو. يعني برضو بتضرب زيت مساعدين قدام. قفل معاك سرعه كام؟ 130 رغم انه يجيب اكتر من كده ولا هو اصلا كان اخره كده؟ لا مش جايب اخره من كده. كان في اكتر من كده. طيب سيب كده الموتوسيكل ده. قول لنا رايك بقى في الموتوسيكل ده. لازم يعني الاختلاف اللي انت حسيته هنا اهوت وهنا اهوت. لا اختلاف السحب طبعا. اختلاف السحب. ده 150 ودوت 250 صح كده؟ عشان واخد على التانك العريض انا لازم اكون قاعد ورجلي جوه. حلو. ما عرفتش العب بيها ايه هو كمل يا صاحبي عايز تقول ايه؟ المساعد ده بيريح في المطبات اكتر. حلو. مساعد الفي ال ار. بس في حاجه خد بالك. ايه؟ المساعد ده مساعد واحد. مساعد واحد. طب ما ممكن يبقى اضعف عشان انت هنا عندك 2 مساعدين. انا فاهم بس ده ناشف في المطبات اكتر. ده ناشف في المطبات اكتر. حلو. ده قصدك ده اطرى. ده اطرى. طب لو هنتكلم على التحميل وراك. على التحميل يبقى الاثنين مساعدين يكسب. الاثنين مساعدين يكسب.
بس برضو يعني سواء 2 مساعدين يعني 2 مساعدين او 1 مساعد ما ركبش ولا افيال. لا ما تركبش ما خلاهوش تاكس قد الجر ولا تلت ولا ركب اوزان تقيله. حافظ على مكانته. الله ينور. ايه تاني؟ مساعدين برضو اللي قدام هنا اكبر من مساعدين اللي في 250. حلو. استنى في الكونتاك عشان احنا الكونتاك مفتوح. حلو. فهي ثبات اكتر. المساعدين اللي قدام؟ مساعدين اللي قدام. انت تصدق انت نبهتني النقطه ديت. يعني بصوا يا جدعان المساعدين دي، بصوا تخن المساعد ده عامل ازاي. بص التاني بقى. بص بقى التاني ارفع منه ازاي. فغريبه ان دي مكنه 250 سي سي والمساعدين بتاعتها ارفع من مكنه 150 سي سي. فزي ما عم عمرو قال، هو هنا البنيلي فعلا ممكن تكون اضعف في السي سي وقوه الموتور، بس هي مخدومه اكتر في الخامات بتاعتها كمساعدين وكفبر وكتانك والحاجات دي كلها. بس الاف 250 تكسب في الجري وفي العن وفي يعني انها تفتح على السكه. طبعا يا جدعان هنشد دلوقتي انا وموزي. خلاص يا جدعان اتعرفت على الراجل وطلع راجل عسليه. زميلي ما اهم حاجه مش بقى تعمل فولو لما الفيديو ينزل وكسر الدنيا. يلا بينا هنطلع نشد مع اف 250 وانا بالبنيلي عشان اوريكم ان هي ايه، عيب سواق مش عيب مكن. استنى يا ابني يا ابني. لا يا جدعان اسحب كلامي، عيب مكن. لا عيب سواق عيب سواق، انا لسه على كلامي. عيب سواق عيب سواق. انا طلعت منه. السمتين اهي ما شاء الله. انا عايز اقول له تعالى نبدل والشغله دي. موزي ورا لسه وانا طلعت منه. ايوه لا طلع عيب سواق، انا كسبت. البيت هو اللي يكسب برضه يا جدعان ولا السول هو اللي يكسب. المهم يا جدعان انا اتبسطت قوي في الفيديو ده. هي تجربه جديده وكنتش متوقع بصراحه ان هي تنجح، بس هي الحمد لله يعني ربنا ما خيبش رجائي. فلو انت عايز تكون ده في الفيديو الجاي وتطلع تتكلم عن الموتوسيكل بتاعك ونطلع نجربه برضه نشوف اداؤه بيقول ايه، يلا بينا ابعت لي. وانا بصراحه عجبني جدا الاف 250 سحبته وجريه والمشي بتاعه جميل جدا. فمتطلع للموتوسيكلات الجايه ان شاء الله. وبرده ايه عشان نعرف راي يعني راي صحابها، نعرف راي صاحب الموتوسيكل نفسه مش راي واحد بتاع معرض او راي حد بتاع ريفيوهات، عشان خاطر ايه التجربه يعني نسال مجرب ولا تسال ايه خبير، صح كده؟ بس انا يعتبر كده كسبت الجريه دي. بس كان معاكم محمود سورو، اشوفكم في فيديو جديد.